أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. النهاردة حابة أديكم إرشادات بسيطة تساعد إن شاء الله إزاي أتعامل مع الضغوط بتاعت الحياة من غير أدوية. بتتمثل في إيه ضغوط الحياة اليومية؟ كتير قوي الواحد يصحى عنده صداع، يا إما الصداع ده جاي نتيجة على إنه النومة كانت مش مظبوطة، الوضع مش مظبوط، الرقبة إما كان عليها ضغط جامد فبيصحى عنده صداع. من الرقبة كمان ممكن قوي تسد المناخير، من التراب ممكن المناخير تتسد ويبقى فيه شوية التهابات، يا إما في قلقانة من حاجة هعملها النهاردة، يا إما في امتحان، يا إما في هقدم حاجة، هتكلم. كل ده بيعمل ضغوط يومية. هقابل عندي مهمة صعبة في الشغل هتكلم فيها، أو هوضب حاجة للشغل أنا اللي مسؤولة عنها. ما احنا عارفين إيه هي الضغوط اليومية. أنا نفسي بعاني من حاجات كده. أنا شخصيا برضو مش صاحبة الأدوية قوي، بحاول دايما من غير أدوية. فلو هتكلم على بصحى بصداع عشان الرقبة، يبقى أكيد أهم حاجة ألاقي المخدة المظبوطة اللي بتخليني لو أنا بنام على جنبي يبقى لازم رقبتي تبقى على مستوى كتفي. في مخدات كتير بتتباع في السوق، الواحد ممكن يجربها ويتأكد إن هو شاري المخدة المظبوطة. غير كده في المخدات العادية برضه أوقات الواحد لما بيحط اتنين على بعض يعني بنتصرف، بس أهم حاجة نظبط النومة بتاعتنا. طبعا بيتقال النومة الصحية إن الواحد ينام على ظهره، ده بقى كمان للجمال، إنه لو الواحد مش عاوز خده يعمل كرمشة من كتر النوم بيبقى مضغوط كده. أسلم طريقة مفيش ضغط على ولا حتة في الوش النومة على الظهر. بس برضه لو هنام على ظهري ما بقاش كده، ما يبقاش دقني فوق، برضه تبقى الرقبة مظبوطة مع الظهر كده. بس في كتير ناس بتشتكي إنها لما بتنام على ظهرها بتشخر إنه بيبقى برضه الوضع ده بيخلي طريقة من هوا بيدخل وكده، فدي بتبقى ساعتها النصيحة إنهم يناموا على جنبهم. أكتر نومة متعبة وبتتعب الرقبة النوم على الوش، لأنه طبعا محدش بينام على وشه في المخدة أو في السرير بيبص على جنب، فالوضع ده غير صحي للرقبة. صحينا مناخيرنا مسدودة، أسهل حاجة الاستنشاق بمية بملح. نظبط كمية الملح، عادة أنا بحط معلقة صغيرة على غطا إزازة كبير كده، يا إما لو هحط في كوباية صغيرة معلقة شاي ملح. وألاقي الطريقة إنه ممكن أستنشق بيها، يا إما أحطها في قطارة واحط ده في مناخيري. نفس الحاجة اوقات الزور، الواحد حتى للفم للثة مضمضة بمية بملح افيد من اي حاجة تانية. هنستخدم الطريقة دي وهنلاقي في الغالب فعلا الجيوب الانفية سلكت والواحد قدر يتنفس كويس. كمان تمرين التنفس بعد ما اعمل الملح ده، التنفس العميق من المناخير، وممكن اطلعه من المناخير. دي حاجة مش بس بقى بتساعد على انه الواحد ينظف الحتة دي، كمان احنا اتفقنا انه النفس العميق بيهدي الجسم كله، لانه بيوصل الاكسجين لكل اعضاء الجسم وبيساعدها على انها تعمل الوظيفة بتاعتها بسهولة. يبقى ده الروتين بتاعنا الصباحي. هتخلص من الانفلاميشن اللي هنا، وفي نفس الوقت هعمل تنفس عميق هيهدينا. في حاجة تانية، لما بتبقى الواحد متعصب عشان عنده ضغوط كتير، يروح يعمل بقى نشاط يطلع فيه الطاقة بتاعته. يا إما بيحب يجري، ممكن يجري في المكان، ممكن يروح يجري في نادي، المهم يتحرك. ممكن يعمل في الحصص اللي هي كيك بوكسينج، ده على فكرة لقوا إنه طريقة كويسة جدا الواحد يتخلص من العصبية بتاعته. الكيك بوكسينج أوقات في البوكسينج باجز دول الواحد يقعد يضرب فيها، المهم إنه ما يأذيش كتفه. يمارس رياضة بتطلع الطاقة اللي في الواحد. دي بالنسبة لي هي الطرق فعلا اللي بتخلي الواحد يتعامل مع الضغوط اليومية.